طبعًا كلنا ومن غير مبالغة نفسنا ولادنا يبقوا أشطر ناس في المدرسة والأوائل في المدرسة وجايبين أعلى درجات، وبمناسبة إن الأيام دي أيام امتحانات، فده طبعًا عشان نوصل له هيتطلب مننا مجهود. طب أنا بقى عليا كل حاجة وعليا البيت وعليا بارجع من الشغل تعبانة وباروح أعمل الأكل وباروح أنضف كل الحاجات دي إحنا مقدّرين وفاهمين كويس أوي إن أنتِ تعبانة كل التعب ده. ومفيش حد تعبان قدك ومفيش حد حاسس بيكي، بس خلينا متفقين ان انتي عايزاهم يبقوا شاطرين وعايزه درجاتهم كويسه، لازم ده محتاج منك شويه مجهود معلش. فاحنا طبعا بدل ما بنعمل المجهود عشان ولادنا نشوفهم كويسين وشاطرين واحسن حاجه، بنبتدي نتعصب، بنبتدي بقى نلاقيهم مش مركزين معانا، بنبتدي نلاقيهم سرحانين، بنبتدي نلاقيهم تعبانين، بنلاقيهم مش بيجاوبوا كويس، بنلاقي درجاتهم مش حلوة، فطبعا ده بيخلينا نتعصب ونتجنن ونزعق، وابقى خلاص انا مش طايقة نفسي ولا طايقاك، وتبتدي بقى الكلمات الامهات الجميلة: انت غبي، انت ما بتفهمش، انت بلا بلا بلا، كتير بقى كلام من ده يخلي الولاد يحسوا بعدم ثقة في نفسهم. فطبعا ده مش هيجيب معاكي اي نتيجة خالص. فالاحسن ان احنا نحاول نتحكم في اعصابنا، نركز كويس قوي ان انا اختار الوقت المناسب ليه وليا. يعني انا مثلا تعبانه، ما اجيش اقول له هات بقى وتعالى نذاكر، لا، اهدي بالراحه بس شويه، اختاري وقت تكوني انتي اعصابك مرتاحه فيه وهاديه وقادره ان انتي تدي وتساعدي وتشجعي وتدي فيدباك حلو، وتشجعيه حتى لو حل وانجازاته بسيطه، حتى لو انجازاته بسيطه شجعيه، هو ده اللي هو يقدر يعمله، مش هيقدر يعمل لك حاجه اكتر من كده. ولما تختاري الوقت المناسب ليكي لازم كمان تختاري وقت مناسب ليه هو. ما تجيش بقى وهو جاي من المدرسة تعبان مش قادر يفتح عينيه، ولا وهو خلاص داخل ينام تقولي له يلا هات اما نعمل الواجب ولا هات اما نذاكر. لا، زي ما هتختاري وقت مناسب ليكي لازم يكون وقت مناسب ليه هو كمان، للطفل او للطفلة، لانك انت هتذاكري معاه فمحتاجة تركيزه. ما تجيش بقى وهو داخل ينام، ولا وانتي متعصبة وانتي متضايقة وانتي وراكي مسؤوليات كتير ودماغك مشغولة في كذا حاجة وتقولي هو ده وقت المذاكرة وهنذاكر، وتبتدي بقى تطلعي عصبيتك كلها عليه. اختاري وقت مناسب ليكي وليه، خليكي هادية، تقبلي ضعفه، تقبلي ان هو مش قادر يعمل حاجة. فكري فيه كده، اول ما تلاقي غضبك ثائر كده عليه، بصي بس ركزي في عيونهم، شوفي كمية الخوف اللي بيخافوها مننا واحنا متعصبين قوي كده عليهم عشان هم مش فاهمين. هو مش فاهم، هو لو قادر كان حلها وخلص منك ومن زعيقك ومن عصبيتك، لكن هو مش عارف. فركزوا قوي في لحظات الغضب ولحظات ان هو مش عارف يجاوب، بصي في عينيه وركزي في عينيه، هتشوفي قد ايه هو ضعيف، قد ايه هو خايف، قد ايه هو فعلا مش عارف يجاوب. فحاولي يا اما تساعديه يا اما بقى من الاخر تسيبيه في حاله، يذاكر بقى هو مع نفسه، يذاكر مع الدرس، يذاكر يفهم اللي يفهمه المدرسة، لكن ما تجيش تزودي عليه اللي هو فيه. بليز، رجاء راعوا ان الولاد ما فيش في ايديهم حاجة يعملوها، فعلا ما فيش في ايديهم حاجة يعملوها. طبعا احنا بنتكلم على السن الصغير، المراهقين دول بقى ليهم فيديو تاني ان شاء الله.